وهذا الحديث أيضا لأبي الدرداء رضي الله عنه وبمعنى الحديث الذي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. انتبه لهذا، هذا أمر عظيم جدا. دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة. وإذا جمعت مع كونها مستجابة أن ولك بمثل، إذا جمعت مع كونها مستجابة أن ولك بمثل، كيف يفوت المرء على نفسه هذا الخير العظيم فيفوز إخوانه المسلمين بنصيب من دعائه وهو له بمثل ما دعا لهم، ودعوته مستجابة. قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. مستجابة، آمين، مستجابة لدعوة لأخيه، وأيضا له بمثل ما دعا. ولهذا أنا أوصي بناء على الفقه الذي أشرت إليه الطريف قبل قليل، أوصي من لم يتزوج أن يدعو لزملائه الذين لم يتزوجوا بالزواج ويكثر لهم من الدعاء. فهذا من المعاني التي يعني تستفاد من هذا الحديث، يدعو لنفسه ويدعو لزملائه ورفقائه وأحبائه. نعم.